طيب ذاك البياع والشراي ديال المخدرات اللي عندكم في الدرب، فكرتي شي نهار تمشي عنده وتعرض عليه التوبه الى الله؟ واخا ولاد قسمكم كتهضر معاهم على الصلاه ولا كتحشم تقول لهم راه غادي نمشي نصلي العصر؟ طيب شحال من واحد تابع عليه يدي؟ ابو بكر قلت لك النهار الاول سلم، والنهار الثاني جاب 9 مسلمين، 5 منهم من ال10 المبشرين بالجنه. شحال من عام وانت مسلم ابو الحاج؟ شحال من عام وانت مسلم؟ طيب كم تاب من الناس على يديك؟ شحال ديال الناس قطعوا الكارو على يديك؟ شحال ديال الناس قطعوا الشراب على يديك؟ شحال ديال الناس قطعوا الزنا والعلاقات المحرمه مع النساء على يديك؟ خصك تطرح على راسك سؤال، ها علاش كنديروا السياد ديال هاد الناس؟ اذا الموقف الاول ان كان قالها فقد صدق، الموقف الثاني الحرص على الدعوه الى الله عز وجل على بصيره بعلم وصدق وامانه واخلاص، هادشي كله متفقين عليه ما قلتوش نفصلوا فيه، ولكن الحرص على دعوه الناس الى الخير. الصبع اللي غادي يكليكي على اغنيه يبارطاجيها في الفيسبوك، يكليكي على واحد الايه ولا على حديث ولا شيء من الخير، راه ما تعرفش هذاك الخير اللي انت كتبارطاجيه ولا كتنشروه في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا كذا، ما تتعرفوش فين تيوصل. معاود تبقى تصيفط لعباد الله فوائد الزنجبيل وفوائد الحامض المحكوك وفوائد القرنفل في الحلوى، صيفط لهم فوائد الصلاه وفوائد الصوم وفوائد الحسن ذات احسان ذات البين والاصلاح ذات البين، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على الخمور، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على الربا، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على التدخين وعلى قطيعه الرحم وعلى عقوق الوالدين، صيفط هذا الشيء. اما الزنجبيل راه عباد الله عارف مسكين جبير اش تيدير، كثير شي المغاربه راه كيعرفوا هذا العجب هذا. طيب اثاره في الناس مما جعل ان الناس يثنون عليه. وقبل الناس تقرؤون في سوره الليل والليل اذا يغشى، اش كيقول الله عز وجل في خواتمها؟ وسيجنبها الاتقى، يعني على النار سيجنبها يعني ما يدخلش لها، الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اش قال لي سيدي ربي؟ ولسوف يرضى. في منزلات هذه في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، طبع عليه ضمن ليه سيدي ربي أنه ما يدخلش الجنة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ماشي كيفوح على عباد الله، هو بغي يقاد راسه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما بغى حتى شي واحد يخلصو ولا بغى يدخل بها الانتخابات ولا بغى بس سميتو تبان ولا يدير الإشهار للجمعية ديالو ولا والو، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بغيتي تعرف حالاش هادشي ديال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ واحد المرة سيدنا عمر رضي الله عنه كيبان لي أبو بكر كيخرج في واحد الوقيته وتيمشي تيضرب الطريق حتى لواحد البلاصة مفرزة على المدينة وتيعاود يرجع. ملي آلت إليه الخلافة قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر وقيل هذا القضية مابقاش غيديرها، تبعوه لقاه مازال الغد ليه، اليوم ولا خليفة الغد ليه، ضرب الطريق مشى لديك الدار، سيدنا عمر حاضيه مخبي تفات رجع، هو يمشي عندهم لقى واحد الشيبانية عمياء ومعها واحد البنيته صغيرة، دق عليهم قال لهم شكون هو هذا اللي جا؟ قالت لي والله ولدي ما عرفت، واحد الراجل من هذه مدة هو تيجي. قال اش تيجي يدير؟ قالت لي كيجي يشطب لينا ويقاد لينا ويحلب لينا العنزه ويقاد المسائل حتى كيقاد هذا الشيء كله كيطيب وكيمشي. فهمتي علاش نزل فيه سيدي ربي قرآن؟ اسيدي انا ما قلتش لك سير طيب ليها وما قلت لك سير جفف ليها، انا قلت لك غير هز ليها الهم الا ما عندهاش الريال. انتوما 5 6 ديال الناس ديروا قفه وفي السيمانه واحد يحط باكيه داتاي والاخر يجيب 2 بواطات ديال السكر ديال كيلو، والاخر يجيب واحد 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ديال الدقيق، والاخر يجيب واحد الباكيه ديال السباغيتي، والاخر يجيب مع سيدي واحد شي شويه ديال العطريه، والاخر يجيب شويه د كذا، وتجمع واحد القفيفه ما غاداش تفوت لك 260 ريال لواحد. وديروا التور باش ما يقولش لك انا حاقرين عليا عفتاي. انت السيمانه اللي من بعد جيب انت اتاي، والاخر يجيب السكر، والاخر يجيب الدقيق، والاخر يجيب لي باط، والاخر يجيب عديسه، والاخر يجيب سميتو، وخليو ديك السيده عافه راسها بلا ما تخرج في هاد الشتا هادي مفرشه دايره قلعه ديال الميكا كتبيع في كلينيكس وجالسه كتبيع في الخراقي باش كتسنى شكون يعطيها وشكون ما يعطيهاش. هاد الشيء فضلا على ان واحد يجي يبدا يبسل عليها ولا يبغي يساومها في الشرف ديالها. لا ما قلناش لك اسيدي سير كنس اليوم، لا اسيدي غير فيق
بلي راه كاين المزاليط دايرين بيك وتعاونوا، لا ضربنا من الطرف حتى للطرف راه تخرج البركه اللهم بارك. الله المستعان. هذا ثناء الله عليه. الله عز وجل أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل رسالة خاصة لمن؟ سيدنا أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له يا أبا بكر إن الله قد أرسل جبريل يقرئك السلام. اسمع هذه مزيان وحل لها قلبك. اللي أرسل جبريل يقرئك السلام ويقول لك إن الله راض عنك. ما سالتش فهل أنت راض عن الله؟ سيدنا أبو بكر اش باقي عنده شي رجلي ليه الزوف هذه، قال لي الله هو السلام ومنه السلام، وجلس تيتمخصص وتيبكي. كيف يسولك شي واحد هل أنت راض عن الله؟